السلام عليكم. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله الام ديالي بغات توريكم الطريقه الصحيحه ديال الصفه مدفونه. كاينين بزاف ديال الناس ما كتصدقش ليهم، يا اما كتعجن اولا ما كياخدوش نوعيه جيده ديال الصفه. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي توريكم الطريقه الصحيحه. نبداو على بركه الله. في طنجره غادي نديرو الدجاج، غادي نزيدو عليه البصله مشلضه والثومه محكوكه. المقادير مضبوطه غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون. ونزيدو قبطه ديال القزبور، نضيفو عليهم الزيت والملحه، سكينجبير، ابزار، خرقوم، وواحد طامه الزعفران وشويه القرفه باش نسمو بها. صافي، ودابا نحطو الدجاج ديالنا يطيب وندوزو نصايبو الصفه ديالنا، نكبو عليها الزيت، نحاولو ندخلو مزيان داك الزيت فيها ونديروها في كسكاس تفور. هنا من بعد ما تفور التفويره الاولى غادي نكبو عليها الماء طايب ونرجعوها للقصريه ونبداو نحلو فيها بحال هكا بالفرشاط. نفس الطريقه غادي نديروها في ثاني مره. كيف ما كتشوفوا هنايا زدنا الملحه، كنفوروها 4 المرات. 3 الاولين ما كنديروش فيهم نهائيا الملحه، حتى التفويره الرابعه عاد كتزيد فيها الملحه. صافي، وهنايا كندخلو فيها ديك الملحه مزيان ومن هنيت كنفكوها باش ما كتعجنش لينا. هنايا كيف ما قلت لكم غادي نرجعو نفوروها المره الرابعه واللي هي المره الاخيره. صافي، هنايا غادي نزيدو عليها الزبده وشويه سكر كلاصي. صافي، ونفس الطريقه غادي نعاودوها عاوتاني بالفرشاط باش يدخل فيها ديك الزبده والسكر مزيان. وهنايا غادي نحطو الصفه ديالنا في الطبسيل ونبداو نستفو داك الدجاج اللي طيبنا. من بعد ما استفنا الدجاج ديالنا كامل غادي نبداو نزيدو من فوق الصفه ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، بالصحه والراحه.